ليش ما تبيع الصور اللي موجودة على الآيفون، الصور الاحترافية اللي أنت مصورها؟ ليش ما تستفيد منها؟ ليش مضايقن جهازك وكل يوم يشتكي من المساحة؟ ليش؟ في مواقع كثيرة تبيع صور، يعني أنت فقط تسجل في الموقع، بعضهم يطلبوا الرسوم وبعضهم لا، أنت تسجل في الموقع وتنزل صورك. يمكن تبيع صورة واحدة من هالصور اللي موجودة عندك، تبيعها مثلا 5000 مرة، 2000 مرة، 1000 مرة، 10000 مرة، على حسب. تدري بعض المصورين وش يسوون؟ مثلا صورة كريستيانو رونالدو، هذا هو، شوف شلون مصوره. هنا هذا صورة وهذه صورة وهذا هنا صورة كريستيانو رونالدو. الحين تبي تشتري الصورة، يقول لك يلا اشتري، ها من هنا تضغط كذا وتسوي شراء. اروح للسلة هنا اضغط عليها بشوف كم الصورة، يقول لك كم الترخيص اللي تبيه ستاندر ب 19 دولار يعني 75 ريال، ولا ب 61 دولار. ما شاء الله. خلينا نقول انك تبيها ستاندر، اخترت هنا ستاندر. 19 دولار بكم؟ تقريبا ب 71 ريال. خلينا نقول ان الموقع ياخذ 50%، اوكي، نقسمها على 2 يعني 35 ريال، نعمة من صورة واحدة. واقول لك شيء، شوف الصورة هذه لو تدخل عليها الآن، تدري من متى موجودة؟ تدري من متى موجودة؟ من عام، هنا يقول لك الصورة في 16 جون 2014 أخذ الصورة في هذا التاريخ. وللمعلومية صورك ترى ما حد يقدر يستخدمها إلا للشخص اللي اشتراها، ولو استخدمها شخص ثاني تقدر ترفع عليه قضية وتاخذ حقك بالكامل. وهذه صور ثانية بعد، هذه صورة ثانية لو تنزل تحت متى منشورة هنا، تقريبا في عام 2015. احنا الحين 2024، صار لها 9 سنوات والناس تشتري من هذه، تشتري الصورة هذه. وهذا هو حساب المصور، كم عنده؟ عنده تقريبا 17,000 صورة هنا، وكذلك 148 فيديو. والمصور هذا من أسبانيا. وشوف هذه الصور كريستيانو رونالدو، الناس بعد قاعدة تنزل تصور. ها شو مكتوب الرياض هنا السعودية، وشوف هذه صورة رونالدو هذه. تخيل صوره بالملعب والحين يبيع الصور في هذا الموقع. ومتى أخذ الصورة؟ في مارس، تاريخ 18 مارس 2023. وأي واحد يشتري الصورة بيعطونك الموقع عليها فلوس. كل موقع له اتفاقية معينة، قبل تشترك معهم اقرأ هذه الاتفاقية. وترى مو شرط يكون عندك جهاز واو آخر موديل آيفون 5 جي ماكس تكس، لا والله مرة عندي جهاز قديم جدا وكانت الإضاءة ممتازة ومسكت وصورت، طلعت الصورة مجنونة، أقسم بالله إني انصدمت. عرفت إن الواحد يركز على اللقطة ويتعلم. يعني ترى اليوتيوب مليان، والدورات اللي جدا سعرها رخيص. أنا من وراه خير، يا ربي لك الحمد. ليش؟ لأن أنا تصويري كلها على الأصفر، فلذلك يطلع تصويري حلو ويجون الناس واو وش هالصورة اللي وخر عن وجهك، فجدا خرافية. فرفعت من مستوى المحتوى عندي والتصوير صار حلو. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم. فأدخل على جوجل واكتب مواقع بيع الصور، تراها كثيرة جدا. السلام عليكم.